تقدم بايرن بهدف دون مقابل، هل فرضت الأفضلية أم الجرأة؟ وكانت السبب في هذا التفوق لبايرن في الشوط الأول ياسر؟ أعتقد أنه الشوط جيد كان من الفريقين، يعني والتقدم بالنسبة لبايرن كان تقدم مستحق، أكثر سيطرة على المباراة، يعني فرض أسلوب اللعب كذلك يعني على ريال مدريد، أجبر دفاعات ريال مدريد أن تخطئ كثيرا. وهذا جرأة ولا فرق إمكانيات ياسر؟ لا، هو فرق إمكانيات. احنا تكلمنا قبل المباراة أنه الفارق ما بين بايرن ميونخ في الوقت الحالي وريال مدريد يعني يميل لمصلحة بايرن ميونخ بشكل أكبر. كان يمكن أن يسجل بمرتدات ريال مدريد. نعم، هو أنا تكلمت لك على التقدم، هو مستحق لبايرن ميونخ عطفا على السيطرة والاستحواذ. الفريقين تحصلوا على فرص، ولكن في النهاية اللي سجل الهدف هو الفريق الأفضل في الشوط الأول. حتى يعني الارتداد بالنسبة والتحولات في الكرات المرتدة بالنسبة لريال مدريد كانت بمجهودات فردية بحتة، يعني حتى الجري بالكرة لم يكن، يعني ما أعتقد أنه هناك يعني هجمة وحيدة استطاع يعني أن يكسر فيها الدفاعات فينيسيوس أو حتى إمبابي وينفرد يعني بنوير واحد ضد واحد. لا، كانت كلها الجري بالكرة ومحاولة اللعب بواحد ضد واحد مع المدافع، وهذه فيها أقل خطورة بالنسبة للمدافع. فأنا أعتقد أنه الأخطاء الدفاعية والارتباك اللي في عمق الدفاع ريال مدريد يعني هو اللي يعني سوف يعني يجعل ريال مدريد يعاني إن لم يحاول الخروج على الأقل من المنطقة الخلفية أو حتى من خط 18 بالنسبة للدفاعات. أوليسي تقريبا تفوق في كل الكرات على كاريرس. من جانب آخر كرات منظمة، كان يمكن أن يخرج في الشوط الأول بهدفين آخرين فريق بايرن ميونخ. صحيح، كان هو الأفضل محمد، مستحوذ، ضغط عالي أكثر على فريق الريال مدريد، ما يخليش الريال مدريد يخرج بالكرة، والريال مدريد فقط يعتمد على المرتدات والتحولات فقط. شاهدنا من البداية الأولى كان ممكن أن يسجل، ودائما ثلاثي خطير، تكلمت عن أوليسي ودياز وغنابري وراء المهاجم كين. غنابري دوره مهم، كان ممتاز في صناعة اللعب، طبعا في صناعة الهدف، صناعة الهدف، لاعب وراء المهاجم وراء اللاعب كين، والتفاهم كبير بينه وبين كين. يعني احيانا هذه في الدقيقه الاولى، هذه طبعا هذه كانت فرصه الدقيقه الاولى. الفرص اللي كانت البايرن اظن كانت اوضح، والطريقه اللي يلعب كثافه دائما في منطقه ريال مدريد. يعني تحس ان ريال مدريد عاجز انه يخرج بالكره محمد، وحتى اوليسي كان مميز في الجانب، ولكن كان دائما تفوق كبير على الكاريرات. والمشكل انه ما كانش لاعب من افضل لاعبين البايرن هذا الموسم على ما يقدموه هذا الموسم الماضي كذلك، لكن هذا الموسم اظن لما كان في كريستال بالاس كنا نقول كيف يلعب فريق مثل كريستال بالاس، امكانيات كبيره جدا طبعا، لكن الانتقال كان مهم جدا، والفريق مهم لانه الامكانيات متماشى مع اداء ومع اسلوب طريقه لعب البايرن. اظن انه تفوق في كل شيء. ريال مدريد صارت نعم اتيحت له بعض الفرص، لكن من مرتدات، من تحولات سريعه، استغلال المساحات وخصوصا سرعه لعب امبابي. لكن شاهدنا شوط كبير لفريق البايرن صراحه. كابتن سامي، أوباميكانو وغنابري فرص محققة للتسجيل في الشوط الأول. هو الأكيد اللي كونه الفرص كانت أوضح مع فريق البايرن ميونخ، نظرا لكونه من الدقيقة الأولى مع هذه فرصة صناعة ممتازة من هاري كين، لكن تصرف سيء من أوباميكانو. أنا حسب رأيي معناتها بايرن ميونخ أجبر ريال مدريد لارتكاب الأخطاء، خصوصا في الملعب نتاعو، نظرا لكونه ضغط عليه من الدقيقه الاولى بطريقه رائعه جدا، ما خلاهمش يخرجوا الكره. الاشكال الكبير اللي كونه ريال مدريد لقى روحه امام اجباريه لعب كرات في العمق او في ظهر اللاعبين فينيسيوس ومبابي، نظرا لعدم وجود لاعب عنده افتكاك الكره. ما ثماش لاعب اللي تحت مبابي او تحت فينيسيوس، دائما مجبرين لاعبين ريال مدريد باش يلعبوا كره طويله. فالفيردي كان دائما متاخر، كذلك اردا جولر كان على الجهه اليسرى دائما متاخر. ما ثماش لاعب من وسط الميدان موجود كمحطه او كلاعب للكره الثانيه اللي يرجعها مبابي او اللي يرجعها فينيسيوس، وهذا الاشكال هذايا ينجم يعمل خطر كما عمل الخطر نتاع الهدف. نستمر معكم في هذه التغطيه بعد الفاصل، سنستمع